ما تيجوا النهارده اعمل لكم الممبار بطريقتي. طبعا انتوا عارفين ان الممبار دوت بيبقى حلو قوي كمان في العزايم، وبيرمي معاكي، وبصراحة بيبقى حلو قوي لما بيكون يعني على السفرة كده وانت حطاه في وسط الاكلات اللي انت بتعمليها، محشيات بقى والكلام ده كله. بيبقى بصراحة جميل. يا سلام بقى لما تحطي له حبة شطة كده ويكون مشطشط، بيبقى في منتهى الجمال. تعالوا بينا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجه نعملها، معلش الفيديو اتقطع مني، انا استخدمت كيلو ممبار، حطيت عليه 6 حزم من الخضره، 2 بقدونس، 2 شبت، 2 كزبره، ونص كيلو من البصل، وكمان كيلو طماطم. بس انا دلوقتي بقيت افرمه في الكبه فرم، مش بخليه عصير، وبقى اسهل بدل ما اقطع الكيلو الطماطم كله، بقيت اعمله ضربة كده في الكبة فبيطلع بالمنظر ده. وكمان البصل برضو بضربه في الكبة، وبقطع الخضرة، وبحط كمان معلقتين كبار من الصلصة. وطبعا بتقلبي كل ده مع بعض الاول، يبقى البقدونس والشبت والكزبرة والبصل والطماطم والصلصة ومكعب مرق الدجاج. هعمل كله ني في ني. عارفين كلنا بنعمل الأكلة دي، بس سبحان الله كل واحد ليه نفس في الأكل. حطيت بقى الفلفل الأسمر بتاعي، وكتري في البهارات، بهارات اللي هي فلفل، كمون، كزبرة. أنا كترت في الكزبرة معلقتين، بس عايزة أقولك إن بلاش لا قرفة ولا بهارات. وحطي الملح بتاعك على قد ما انت تشوفي الطعم، تقلبي وتشوفي محتاج ملح قد ايه، وتقلبي كله مع بعض. هي مشكلة لما بتيجي تكليف المحل بره، بتحسي ان انت طعم البهارات هو اللي زاعق على طعم الاكل نفسه. عشان كده لازم على قد ما تقدري مش كل حاجة نحط عليها بهارات. انا حطيت هنا حوالي ربع كوباية من الزيت. وزي ما قلت لكم موضوع البهارات يعني مش في كل حاجة، في تتبيلات، لكن مش في محشي. انا عايزة احس بطعم البهارات، يعني طعم الاكل بتاعي باين. فهو الملح والفلفل والكمون والكزبرة. وبعد كده غسلت بقى، استخدمت على كيلو الممبار كيلو ونص من الرز، غسلته كويس وصفيته. وكان بالظبط يعني بصوا اخر ممبرايه كانت على اخر حبايه رز. سبحان الله. هنا بقى لما لقيت الخضره قليله، رحت انا بحب اجيب خضره واشيلها في الفريزر، بتنفعني بقى في المواقف دي. لما تحسي وانتي بتقلبي كده ان الخضره قليله، بتروحي مزوده على طول وما بتبانش، وبتفضل بصراحه يعني خضرة ومعاكي وانتي بتستخدميها. حتى في المحشي لما باجي اعمله برضو بعمل كده، ممكن الخضرة عشان ما تتبالش منك تقطعيها وتكتبي عليها كده انها خضرة محشي، وتروحي حطها في الفريزر، بتنفع في اي وقت. انا كنت غسلت الممبار كويس جدا بالملح والدقيق، ما تحطيش ليمون ولا تحطي خل على فكرة، هيعمل لك زفارة. لكن بالملح والليمون تدعكي، قصدي بالملح والدقيق وتدعكي وتسيبيه، وبعد كده تشطفيه وتصفيه. وكل اللي هتعمليه طبعا بعد ما بتغسليه وبتقلبيه، بتخلي الدهون لجوه، الجزء اللي فيه الدهون بيبقى لجوه عشان بيدي طعم مع الرز، متخلوهوش لبره. وبص انا بعمل بالصابعين ازاي، دي اسهل طريقه. مش ان انت تفتحيه كده وتصبي، لا، بايديك الاتنين زي ما انا وريتكم كده. وبتجيبي كده، بصي بتجيبيها على عليكي، ودي اسرع طريقه ممكن تعمليها للممبار. بصي كمان هعمل لك واحده تانية وشوفيها. انا بقول لكم هنا ان الدهون دي لجوه، اللي هو الدهنه اللي باينه دي. وبص باخد ازاي بصابعيني وبزق لجوه، وبسرعه بقى هتلاقي نفسك انت على طول بقى سريع معاكي، وما بتشيليش هم خالص. يعني بتحشيهم ما بتكمليش 10 دقايق. ظبطوا الاكل دايما، الاكل لما بيتظبط بصراحه بيبقى حلو جدا. انا كان نفسي احط شطه بس عشان عندي اطفال، وطبعا اولادي مش هينفع ياكلوا شطه، لكن بصراحه هو كان محتاج شطه عشان يدي بقى النكهه الجميله. انا هنا بقى جبت بعد ما خلصت الممبار كله حشو، انا بجيب هنا بصل وطماطم بضربه في الكبه. زي ما انتم شايفين دي بصلايه وطماطمايه. وبجيب الحله بتاعتي، مليت الميه بتاعتي، ما تكتريش الميه قوي لان لما تحطي الممبار الميه هتعدي الحله، فلازم تقللي شويه لغايه لما تحطي الممبار كله. وتحطي بقى مكعب مرق الدجاج، تحطي فلفل اسمر،
وانا عامله برطمان من الحبهان واللورا، بطحنهم وبحطهم في برطمان للشوربه، شوربه اي حاجه. انا بظبط على فكره شوربه الممبار دي، لان عايزه اقول لكم ان انا بحبها جدا، بحط عليها ليمون بتبقى جميله، والرز اللي بينزل من الممبار بصراحه حاجه كده وهم يعني. بتحطي بقى كل الممبار بعد ما الشوربه الميه بتاعتك بتغلي، بتحطي بقى الممبار. اهم حاجه هقول لكم نصيحه، لما تيجي تسلقي الممبار حطيه في حله كبيره، ما تحطيش حله صغيره هتبقى على القد، لان بيفك، وعايزه اقولك ما بياخدش راحته. لازم تحطيه في حله واسعه، والميه زي ما انتم شايفين لازم تكون متغطيه كويس جدا. دول الحاجتين اللي لازم تاخدي بالك منهم. وكمان كان في بواقي العصير، مطرح ما نزل من خلطه الممبار بحبه رز حطيتهم، وبعد ما اتسلق حطيت الملح في الاخر لما دخل في السوا، وبس كده. ودلوقتي حمرته، وهو ده الممبار الجميل، مش عايزه اقول لكم حكايه. وطعمه جميل، طعم ممبار، تاكلي ممبار كده بيتي، وبتحسي كده بطعم زمان، بتاع جدتي وامي. الممبار بتاعنا الحلو ده، مش اللي هو مليان بهارات وملوش طعم غير ان انت بتدوقي بس بهارات وخلاص. جربي الطريقه دي وهتعجبك جدا.